ابنك عنده التهاب متكرر في اللوزتين والدكتور طلب منك ان هو يعمل عملية اللوز. قبل ما تعملي عملية اللوز لازم تاخدي بالك من النقطة اللي انا قولها لك في الفيديو ده، لان هي ممكن تغنيك عن عمل عملية اللوز، وممكن يكون هو ده السبب الرئيسي اللي مخلي الطفل بيدخل في التهابات حلق ولوزتين بشكل متكرر. الحاجة دي هي الافرازات الخلفية للانف في الأطفال اللي عندهم تضخم في اللحمية أو الأطفال اللي عندهم حساسية جيوب أنفية. الأطفال دول بيكون عندهم إفرازات خلف الأنف بتنزل على الحلق، فالطفل ده بيدخل في التهاب متكرر في اللوز، وبعلاج المشكلة دي بيبدأ الأمور تتحسن. الحاجة التانية ان اللحميه او حساسيه الجيوب الانفيه اللي كاتمه الانف من ورا دي بتخلي الطفل ماوس بريسر او بيتنفس دايما من الفم، فده بيدخله او بيخليه عرضه اكتر لالتهابات الحلق واللوزتين المتكرره. تشخيص والعلاج في المشاكل دي بيغنينا خالص على اننا نحتاج نعمل عمليه اللوز. يا رب يكون الفيديو افادكم بمعلومه جديده، ولو الفيديو ده عجبكم اعملوا مشاركه للفيديو على صفحاتكم وكل الصفحات اللي انتم مشتركين فيها. ولو عايزين تتابعوا فيديوهاتنا بجوده عاليه شوفونا على اليوتيوب على قناتنا دكتور عيالي محمد عبد الحليم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامه.